عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل اشهر حاجة على سفرة رمضان، السمبوسة او السمبوسك. شو انتوا من اني فريق؟ هنعملها النهاردة مع بعض. العجينة في البيت بطريقة سهلة جدا، بمكونات بسيطة، مجرد دقيق ومية هتعملي بيها السمبوسة في البيت. وهقول لكم كمان ازاي ما تفكش منكم وتطلع معاكم احلى من بره، وطبعا بحشوات السمبوسة المعروفة. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة، مش هتاخد وقت خالص، وهتبطلي تشتريها من بره. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة عندي جبت هنا نص كيلو من الدقيق، أنا هستخدم نص كيلو فقط. نص كيلو من الدقيق وعليهم معلقتين كمان، نص معلقة من الملح، وهقلب بقى الدقيق بالملح كده كويس قوي. والكيل يعتبر نص كيلو، معلقتين دقيق هستخدم عليهم من كوباية لكوباية ونص من المية، ومية عادي درجة حرارتها عادية، ولا دافية ولا سخنة ولا أي حاجة. هعجن بقى كل ده كويس قوي كده ببعض لحد لما العجينة تتماسك بقى معايا كده زي ما انتوا شايفين. تعجنيها بقى كده على الرخامة بتاعتك أو على أي حاجة، بس كده لحد لما تبقى متماسكة. هي بس هتبقى يعني متماسكة شوية، مش زي عجينة البيتزا او اي حاجة، هتبقى متماسكة شوية معانا. تقعدي بقى تعجني كده فيها. انا قعدت هنا اعجن فيها 10 دقايق لحد ما اتمسكت معايا وبقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها بقى كده واغطيها ترتاح مش اقل من ساعة. بعد بقى ما ارتاحت معايا كده ساعة، وما تحطيش عليها زيت ولا اي مادة دهنية ولا اي حاجة، هتسيبيها كده زي ما هي. بعد ساعة طلعت، شلت من عليها الفوطة، وطبعا لازم تغطيها عشان ما تنشفش معانا، ومش في مكان دافي ومش في اي حاجة خالص، هتحطيها على الرخامة بتاعتك بس. هجيب بقى كده العجينة بتاعتي وهعملها بس كده على شكل اسطوانة عشان اعرف اعمل الكرات بتاعتي. بس كده ظبطتها وهعملها يعني على حسب بقى حجم اللي انت عايزاه. انا هنا عملت معايا 12 قطعة. هنجيب بقى كده صينية او اي سطح معانا، هديله كده رشة من الدقيق، وهعمل بقى الكور بتاعة العجينة بتاعتي كده على شكل كور، يعني اكبر من الليمونة كده بشوية، نفس الحجم ده اللي انتوا شايفينه. بس كده، وهعمل بقى هعملها كده لحد ما اخلص الكمية كلها، وبرضو هغطيها بفوطة ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة، عشان برضو ترتاح معانا وتتأكدي ان هي ارتاحت معانا. لما تعمليها كده مش هتلاقي فيها اي تشققات خالص. جبت كده بقى طبق فيه شوية من الدقيق، وطبق فيه شوية من الزيت. وهنعمل بقى كده، هجيب الرخامة بتاعتي هديها كده رشة من الدقيق، وهجيب العجينة بتاعتي وهسويها كده، رشة من الزيت، رشة من الدقيق، واحط العجينة بتاعتي اللي زي ما قلت لكم احنا عملناها على شكل كور. كل بقى كورة منها هنجيبها كده ونفردها، وما بين كل واحدة والتانية دهنة من الزيت، رشة من الدقيق. وده هتخليها مش تلزق معانا خالص. الخطوة دي اوعي تنسيها خالص، عشان دي اللي هتخليها ما تلزقش معانا وتطلع الورقة بورقتها زي السمبوسة اللي عجينة السمبوسة اللي بنشتريها من بره. اخر واحدة خالص مش هحط عليها اي زيت خالص، ما بين كل واحدة والتانية زيت ورشة دقيق بس. اخر واحدة عجينة خالص مش بنرش عليها اي حاجة، مش بنحط زيت ولا اي حاجة، بنديها بس كده رشة من الدقيق، ونبتدي بقى نفردها بالرشابة بتاعتنا، ونسوي كده الاطراف. اهم حاجة تسوي الاطراف تبقى متساوية مع بعضها، وتحاولي تفرديها على شكل بس كده اسطوانة، على شكل مستطيل، عشان ده بيبقى الشكل الطبيعي بتاعنا. جيت بقى اقلب على الناحية التانية حتى هتلاقوا العجينة بقى اللي كانت من تحت كشت كده، هنحاول نفردها برضو بايدينا. انا حاولت على قد ما اقدر اعملها على شكل اسطوانة، يعني على قد ما اقدر. وللتسوية بقى هنجيب الصاج بتاع البوتاجاز بتاعنا العادي، صاج كده هتقلبيه وتحطيه على البوتاجاز، ولما يسخن هنهدي النار ونسويها كده زي ما انتوا شايفين. هتعمل نفس الشكل زي شكل الكريب كده، هو ده الشكل بتاع التسوية. تفضلي كده تقلبيها وتعملي الاطراف عشان تتأكدي ان هي استوت من كل الاتجاهات، مش بس من النص.
بس كده. هنفضل كل شوية نقلبها عشان اتأكد ان الاطراف بتاعتي برضو استوت. وهنا برضو هكرر نفس العملية، جبت قطعة من العجينة فردتها، مسحة من الزيت، رشة من الدقيق، وجبت برضو التانية فردتها كده عليها، مسحة من الزيت، رشة من الدقيق. وهفضل انا استخدمت 4 بس، يعني انا كنت بستخدم مع كل واحدة 4 طبقات من العجينة. برضو هفردها كده وهسويها رشة من الدقيق، وهبتدي افردها برضو بالنشابة برضو على شكل اسطوانة او على شكل مستطيل، اي شكل، بس عشان الشكل المستطيل هو الشكل المظبوط معانا، يعني هو اللي هيطلع معانا الشكل المظبوط. هو بس كده فردتها، برضو قلبتها على الناحية التانية، رشة من الدقيق، والجزء اللي تحت بصوا فردتها كده بايديا عشان تبقى كلها متساوية. بس كده برضو هعملها كده بالنشاب على شكل مستطيل. وطبعا الصاج برضو بتاعنا محطوط على النار كده كده على نار هادية. سويتها وجبت كده العجينة بتاعتي حطيتها على الصاج وهو سخن زي ما قلت لكم على نار هادية. وما تقلقوش ولا حاجة طلعت من الصاج ولا اي حاجة، بتمسحوها كده بايديكم بتطلع معاكم على طول، عشان طبعا الصاج ساعات بيطلع منه رواسب او حاجة بسيطة، بس طبعا بنكون غاسلينه ومنشفينه كويس من قبلها. برضو هعملها كده واسويها بالاطراف وهكذا لحد لما تستوي معانا. بس كده فضلت بقى اكرر نفس العملية دي في فرد العجين وطريقة التسوية لحد ما خلصت الكمية كلها اللي عندي. وبعد بقى كل واحدة كل طريقة او كل كام طبقة من العجين بعد ما بنسويهم بنحطهم في صينية ونغطيهم، اهم حاجة في فوطة عشان ما تنشفش معانا. بعد ما خلصت الكمية كلها وزي ما شفتوا بحطها في صينية ومغطيها في فوطة عشان ما تنشفش معانا. هجيب بقى كده طبقات العجينة بتاعتي او طبقات بقى السمبوسة، خلاص بقت سمبوسة. هقطع كده الاطراف عشان اسويها. متقلقوش الاطراف دي هنستخدمها بقى بعدين، ممكن تستخدميها في الفتة، ممكن تستخدميها في اي نوع بتحتاجيله عيش بتكسريه، يعني احسن حاجة تستخدميه في الفتة او الحلويات زي ام علي او اي نوع خالص. بصوا بقى هنا، بصوا بتتفرد معانا الورقة بورقتها، طبعا هتلاقي حاجات كده بسيطة معمولة مش مفروضة كويس، بس هتلاقوها مظبوطة زي السمبوسة بالظبط. عجينة السمبوسة اللي بنشتريها من بره مش معجنة ومش ماسكة ببعضها، لا هي مظبوطة وكل ورقة بورقتها، عشان ما بين كل طبقة والتانية كنا بنحط مسحة الزيت ورشة الدقيق. دي زي ما قلت لكم مهمة قوي، هي اللي هتخلي قوامها مظبوط معانا وما تلزقش. اهو هقطعها كده من الاطراف واعملها على شكل مستطيل وارجع بقى كده اقطعها. بس كده بصوا بقت مظبوطة معانا ازاي، وهي كل طبقة والتانية بتطلع. طبعا بيبقى فيها شوية طبقات كده ما بتبقاش مظبوطة معانا، بس دي بتبقى حاجة بسيطة قوي. overall الطبقات بتاعتنا مظبوطة ومش ملزقة. عايزة اقول لكم ان انا عملت الكمية دي كلها من نص كيلو دقيق ومعلقتين دقيق عليهم. وطبعا دي الحاجات بقى اللي زي ما قلت لكم طلعت منها الاطراف هنشيلها على جنب. بس كده حطيتها بقى في اكياس، ولو هتستخدميها على طول او تحطيها في الفريزر، بس احنا هنستخدمها على طول. حشوة بقى السمبوسة، اول حشوة عندي حشوة اللحمة المفرومة، دي اهم حاجة. هنجيب كده طاسة سخنة، قطعة من السمنة او شوية صغيرين من الزيت، وهنحط عليهم بصلتين مفرومين ناعم، طبعا حطاهم بالكبة وطحناهم طحن ناعم شوية. هنزل بقى باللحمة المفرومة، نص كيلو من اللحمة المفرومة، نص معلقة من الملح، نص معلقة الفلفل الاسود، نص معلقة من 11 بهار، ورشة من القرفة. هقلب بقى كل ده كويس مع بعض، وهدي النار عليها لحد لما تبتدي تستوي معانا حاجة بسيطة. وحطيت هنا اي نوع فلفل بقى، فلفل الوان، فلفل اخضر حامي، فلفل رومي، انا حطيت فلفل الوان اخضر واحمر واصفر زي ما انتم شايفين. هقلب بقى كل ده كويس مع بعض، وهدي بقى النار عليها لحد لما تستوي على نار هادية. نغطيها ونخليها تستوي على نار هادية.
بعد 10 دقايق بصوا حتى هتلاقوها ما فيهاش اي دهون ولا اي ميه ولا اي حاجه. هو طبعا ما بنبقاش عايزين نحط عليها دهون كتير. دي اول حشوه، حشوه اللحم المفرومه. حشوه الجبنه بقى، جبت هنا زيتون مخلي، قطعته لقطع صغيره، وهنا جبنه كريمي. الجبنه الكريمي بتبقى موجوده في كل حته في السوبر ماركت. حطيت كده الجبنه الكريمي، وبقيت بقى الفلفل الالوان اللي اتبقى مننا حطيته. برضو ممكن تحطوا زي اي فلفل، فلفل الوان، فلفل اخضر، لو بتحبيها سبايسي حطي قرن فلفل حامي، اي نوع انت عايزاه. حطيت برضو كده الفلفل عشان كنت مقطعاه قطع صغيره قوي، فمع الزيتون والجبنه الكريمي هيديها تيست تحفه بجد، بيديها تيست حلوه قوي، وكانت حلوه اكتر لما سويناها بقى في الاخر. بس وهنا طبعا بقى عشان نقفل السمبوسه بتاعتنا جبت كده معلقه من الدقيق وعليها معلقتين من الميه، وعملتها كده شكل عجينه عشان نعرف نقفل بيها كويس. بس كده، واقفل بقى السمبوسه بتاعتنا. حطيت كده اللحمه المفرومه وحبيتها تشد شويه، فاديت لها شويه صغيرين من الجبنه الموتزاريلا. بس احطها كده من جوه واقفلها. وفيها الطريقه التانية ان انا اعملها كده على شكل مثلث الاول، بعدين احط اللحمه المفرومه بتاعتي، الجبنه، وارجع اكمل بقى تقفيل بالطريقه دي، الطريقه المعتاده بتاعت حشوه السمبوسه طبعا. بس هنا المسحه بتاعه الدقيق والميه، واحطها من جوه واقفلها، وافضل بقى اكرر الطريقه دي لحد ما اخلص الكميه كلها. بصوا الورق بتاع السمبوسه العجينه بتاعتنا مظبوط ازاي. حتى هتلاقوا فيه حاجات طبعا مش مظبوطه، ده عادي، ده بيبقى موجود ده، وده موجود ده برضو. وهنا برضو حشوه الجبنه عملت كده برضو مسحه كده من العجينه بتاعتنا، وهدخلها كده من جوه، هتدخليها من جوه لحد لما تخلصي الكميه كلها. طبعا ما خلصتش الكميه كلها، عملت بس على قد ما انا محتاجه. وطبعا بقى هنا عشان التسويه تحطيها بقى في الاير فراير، تقليها في الزيت، طريقه التسويه مش هتفرق كتير، كلها واحد. انا هنا سويتها في الاير فراير على طول، تقدري تقليها في الزيت وهتطلع معاكي نفس النتيجه. رشتين بس كده من الزيت، وهتسويها بقى على طول. وطبعا اللي ما عندوش اير فراير تقدري تقليها في الزيت على طول، مش هتفرق. والباقي طبعا خزاكوا انتوا كده زي ما انتوا شايفين، سويته في الاكياس، هتحطيها في الفريزر على طول. تطلعيها بعد كده تقليها على طول، او تحطيها زي ما قلت لكم في الاير فراير، مش هتاخد وقت خالص. بس كده سهله، مبتاخدش وقت كتير. هو بس الوقت في العجينه شويه عشان تعملي العجينه بتاعتنا، بس هتملي بيها الفريزر، مش هتضطري تجيبي سمبوسه تاني من بره. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. كل سنه وانتم طيبين.